مبدئيا هارد لك للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله قدر الله ما شاء فعل تتعوض في مره تانية بامر الله. تمام. انا ليا طلب عندك في بدايه الفيديو، شير الفيديو ده واعمل له لايك على اوسع نطاق عشان يوصل للناس كلها. ده طلب بعد اذنكم يعني، عشان انا هقول لك على 3 نقط هيلخصوا لك القصه وما فيها بقى واللي داير كله ايه. النقطه الاولى، احنا خسرنا من فريق ضعيف في المباراه، ضعيف فنيا، ضعيف تكتيكيا، ضعيف في ركلات الترجيح. بس احنا اضعف منه في المباراه وفنيا وتكتيكيا وفي ركلات الترجيح. الاهلي اضعف منه، ما تضحكش على نفسك. معاهم مدرب على قده، احنا معانا مدرب لا يفقه شيء في اي شيء، والله لا يفقه شيء في اي شيء. ولو خد كاس العالم للانديه مع الاهلي، خد البطوله في 2025 مع الاهلي، لا افضل اقول عليه لا يفقه شيء في اي شيء. ما عندوش اي حاجه. يعني في مدرب مثلا تلاقيه بيبدا غلط، بيقدر يقرا المباراه ويصحح، ويعني اثناء المباراه كده يقرا المباراه ويشوف الاخطاء اللي موجوده ويكون مركز في المباراه كده ويصحح اخطائه. في مدرب تاني يبدا صح ومثلا يبقى عنده بعض الاخطاء في التغييرات او في قرايه المباراه. مدربنا ما عندوش حاجه خالص، كولر ما عندوش حاجه خالص، ولما بطلع اقول كده الناس بتزعل مني. يبقى النقطه الاولى، خسرنا من فريق ضعيف لاننا اضعف منه. النقطه الثانيه، خسرنا من مدرب ضعيف لان مدربنا لا يفقه شيء، مش ضعيف اصلا، لا هو لا يفقه شيء. تمام. النقطة الثالثة دي يا جماعة انا هقولها لكم في العموم. بصوا يا جماعة، احنا عندنا في مصر يعني من 10 ل 15 لاعب بيعرفوا يلعبوا كورة، حرفيا بيعرفوا يلعبوا كورة، بيعرفوا يلعبوا كورة. لو قلنا مثلا في الزمالك زيزو وعبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر، وممكن تدخل معاهم فتوح لاعب كبير برضه. هتقول في الاهلي حسين الشحات، امام عاشور، قفشه، مروان عطيه، وسام ابو علي. شكرا. تمام. الراجل النهارده عمل ايه بقى؟ شوف جماله في قرايه المباراه. اقوى 2 في الملعب وافضل 2 في الملعب فنيا وبدنيا وكل حاجه، اول تغييرتين بالنسبه له. طب تغييره حسين الشحات يا عم محمد، ما هو نزل قفشه وانت بتقول بيعرف يلعب كوره، ماشي دي مبلوعه. كهربا ينزل مكان الراجل اللي واكل النجيله في الملعب ليه؟ ده مش قادر يرفع رجليه من على الارض. وعلى فكره هو اللي بطله كوره كولر، وهو اللي بطل بيرسي تاو اللي نزل وما كانش قادر يمسك يستلم الكوره، ده هو اللي بطله كوره. كولر هو اللي بطل كهربا كوره، وهو اللي بطل تاو كوره. عشان بس كده ايه نبقوا يعني ايه صراحه مع بعض. النقطة الثالثة دي أنا بكلمها لكم في العموم. المدربين الأجانب بيجوا يضحكوا علينا، اللعيبة اللي عندنا إمكانياتها على قدها، مفيش حد بيلعب على قد إمكانياته. الفرقتين اللي بيبقوا فارقين شوية عشان عندهم 5 6 لعيبة في التشكيل الأساسي بتاع الفرقة بيعرفوا يلعبوا كورة، هم الأهلي والزمالك. عشان كده هم فارقين عن باقي الفرق. الراجل عندنا حتى الحتة دي بدل ما يستغلها، لا بالعكس ده خليها عكسية علينا، مخليها عكسية علينا. هو خالد عبد الفتاح بيلعب كرة في الاهلي ليه؟ مش نزل ليه بقى في ماتش زي ده؟ لا بيلعب كرة في الاهلي ليه؟ شيروا يا جماعه الفيديو عشان كل الناس تشوفه. هو ده الخلاصه. كولر ما بيعرفش حاجه، واللعيبه اللي في الاهلي عايزه تتفور من 2 3 فاتوا.